مباراة فيها رهانات كتير قوي. راهن روي فيتوريا على 3 نقط، والثلاث نقط دول هم اللي ادوله فرصة انه يسجل جولين ويتفوق تكتيكيا على منتخب بلجيكا. يتفوق تكتيكيا. ليه دايما عندنا عقدة النقص؟ وليه دايما حاسين ان احنا كسبنا عشان منتخب بلجيكا وحش؟ انما لو كان منتخب بلجيكا كسبنا كنا نقول ايه؟ طبيعي يا باشا، ده منتخب بلجيكا. ما احنا طول عمرنا بنحس بكده. ودي منها هننتقل للجزء الثاني في الجيم، وهي ازمة الثقة عند المصري. عندنا ازمة ثقة كبيرة جدا، وهي دي دايما اللي بتشدنا لتحت، رغم اننا دايما بنقول طب والله نقدر. لعبنا السنغال وكنا عاملين جيم كويس وخسرنا ضربات الترجيح، بس في صوت كان بيطلع يقول لك ايه؟ عملنا كذا وعملنا كذا، والله كنا نقدر. عملنا في مباراة السنغال في افريقيا جيم كبير جدا وبرضه خسرنا ضربات الترجيح، وطلع نفس الصوت يقول لك ايه؟ بس احنا عملنا وعملنا وعملنا، والله كنا نقدر. هو ده اللي احنا دايما محتاجين نبص عليه، حتة ان احنا نقدر. نركز في النقطة دي، هنلاقي منتخب مصر بيحقق حاجات كتير جدا. بس ارجو منكم حاجة، مش عشان كسبنا منتخب بلجيكا المصنف الثاني على العالم ان تطلعاتك في المنتخب ده تزيد. انت كسبت بلجيكا بقى فتكسب الكاميرون والسنغال وكوت ديفوار والجزائر وغيره وغيره، وتحقق افريقيا وتكسب في التصفيات وتصعد كاس عالم. لا، ما تحطش كل الاحلام والطموحات دي. سيب اللعيبه دي تلعب، سيب المدرب يشتغل، وهم هيقدروا يحققوا الاهداف، لان هم عندهم الهدف ان هم يكسبوا افريقيا وكاس العالم. بس بلاش التطلعات تزيد قوي، عشان اللي احنا وصلنا له النهارده ده نبني عليه، ما ننحدرش كالعاده. تابعوني انا صاحب الكرة وتحليل فوز منتخب مصر على بلجيكا. نتكلم عن بناء الهجمه. بناء الهجمه الفكره الاساسيه اللي بيعتمد عليها روي فيتوريا، واتكلمنا عنها في الماتشين اللي فاتوا. هتلاقي واحد من ارتكاز او الثلاثي ارتكاز وسط الملعب، يا اما بينزل ما بين قلبين الدفاع، يا اما بيغطوا وبيامنوا الباكين عشان يدوا مساحه للباكين ان هم يزيدوا في الحاله دي. بس لان فريق بلجيكا بيلعب 3-4-2-1، في ثلاثي في الناحيه الاماميه، عشان كده بتلاقي قلبين الدفاع بيفتحوا عشان يدوا متنفس في بناء الهجمه. واحد من ثلاثي وسط الملعب بينزل لتحت عشان يعملوا كثافه 3-على 3، وفي الحاله دي اكرم توفيق بيفتح، والناحيه اللي هناك محمد حمدي بيفتح عشان يعملوا كثافه في بناء الهجمه. وعشان في تريكايه ثانيه هنوضحها دلوقتي. ادي الثلاثي بتاع عمق ملعب فريق بلجيكا. خلاص انت الثلاثه في العمق بتقدر ان انت عندك كثافه او عندك يعني تكافؤ عددي، فتقدر تخرج وتنقل الكره بشكل كويس. مع وجود الاثنين دول بيضطر الوينج باك لفريق بلجيكا ان هم يروحوا يضغطوا على الباكين اللي هم فاتحين الملعب، عشان تتخلق المساحه دي بين الخطوط، سواء لتريزيجيه هنا او محمد صلاح الناحيه الثانيه، عشان تقدر تيجي بوشك تواجه ثلاثي دفاع بلجيكا اللي عندهم بطء كبير جدا. وهي دي التركه اللي اشتغل عليها روي فيتوريا. بص هنا تريزيجيه لو لمح مصطفى محمد وقرب عشان ينقل الكره لمحمد صلاح، كان ممكن يعمل فرق كبير جدا هجومي، او لو هو حتى لعبها بالمساحه القطريه هنا في ظهر المدافع لمحمد صلاح، كان حطه في موقف 1 ضد 1 ومحمد صلاح يقدر يصنع الفارق. تاني لاحظ معايا، بص 1 2 3 هتلاقي وسط الملعب مقرب. بص اكرم توفيق بيستلم فين؟ بيستلم في ظهر هازارد اللي رايح يطلع او يضغط على قلب الدفاع. انت عامل 3، فعندك المهاجم والوينجرز اللي هم دي بروين وهازارد، الاثنين بيتضربوا مجرد ما بتنقل الكره للباكين. الباك هنا بيضغط اللي بيستلم اللي هو اكرم توفيق، بتلاقي كراسكو طالع عليه، فمين بيخطف المساحه اللي في ظهره هنا؟ تريزيجيه. وهي دي النقطه اللي عايز يشتغل عليها روي فيتوريا من البدايه. هنا استلم تريزيجيه في ظهر كراسكو، فبقى عنده مساحه كبيره جدا بين الخطوط يقدر ينطلق فيها. محمد صلاح برده بيستلم بين الخطوط في الناحيه الثانيه، وتلاقي انظار دفاع بلجيكا كله على محمد صلاح عشان يبدا يعكس اللعب هنا لتريزيجيه اللي بدا اللعبه وهو اللي بيستلم جوه منطقه الجزاء وبينهيها. بيستلم جوه منطقه الجزاء، طولت منه شويه فما بقاش عارف يسيطر عليها ولا يركب الكره كويس، فما قدرش يتحكم، سددها في ايد الجول. بص الفكره بتاعت روي فيتوريا. بص محمد صلاح، مصطفى محمد، تريزيجيه، الثلاثه دول على الثلاثي الدفاعي اللي عندهم بطء كبير جدا. هنا محمد النني بيمرر الكره لتريزيجيه بالسرعه، تريزيجيه بيقدر يسبق. لو تريزيجيه مجرد ما جات له هنا مررها بالعرض لمحمد صلاح، كانت خلصت في الدقيقه 30 من الشوط الاول. السلاح الثاني اللي اعتمد عليه روي فيتوريا وهو الضغط. بص معايا هنا مصطفى محمد بين قلبين الدفاع دول، هنا الوينج اللي هو تريزيجيه بيقفل على الوينج باك، هنا محمود حماده والنني، ما انت بتلعب 4-3-3 فكده كده متامن، ومحمد صلاح. فبص الكماشه بتاعت الضغط دي هي اللي بيفكر فيها روي فيتوريا، انه يحاول يعمل ضغط على منتخب بلجيكا منه كذا حاجه. هو بيلعب 4-3-3 معتمد على اكتر نوعيه من اللعيبه اللي بدنيا قويه وبتجري كتير في الملعب. ثالثا وده الاهم، انه عايز يمنع وصول الكره لدي بروين
بروينا وهازارد وكاراسكو اللي هي اللعيبه صناع اللعب ومفاتيح اللعب في فريق بلجيكا. هنا مثلا لعيب وسط الملعب ولعيب وسط الملعب الاثنين ظهرهم للملعب، وفي رقابه قويه من النني ومحمود حماده عليهم. مجرد ما الراجل اللي هنا استلم الكوره محمود حماده ضغط عليه، ما هو ظهره للملعب وكل الحلول قدامه مقفوله، فضغط عليه استلم الكوره لمصطفى محمد. مصطفى محمد بس محتاج يبقى عنده سرعه اكتر من كده في القرار. الكوره دي لمحمد صلاح، تقدر انت يا مصطفى تروح وتقطع في المساحه وتصنع الفارق. كذلك الحال في كره الجول، بص الضغط 1 لواحد، هنا محمد صلاح مصطفى محمد مراقب دي بروينا، هنا محمود حماده طالع على الراجل برده اللي بيستلم وظهره للملعب، اشتد الضغط، دي بروينا برده بيستلم وظهره للملعب. هتقول لي ده دي بروينا يا عم، ده دي بروينا ماشي، بس اللعيب ده بيستلم وظهره للملعب. اقرب لعيب او اقرب واحد فاضي يقدر يمرر له هو الراجل ده. طبعا باص صعب جدا انه يمرر له في ظل وجود سرعات لمنتخب مصر، فعشان بيستلم بظهره وفي تقفيل تام على كل الحلول، مصطفى محمد هنا قدر انه يفتك منه الكوره ويحط الكوره على شمال كورتوا. عجبني قوي الترحيل والضغط وتمركز وتنفيذ الادوار من لعيبه منتخب مصر. 4-5-1 دفاعيه. بص هنا الكره القطريه بتتلعب عشان يتحط كاراسكو في موقف 1 ضد 1 مع اكرم توفيق. بص مين اول واحد راح يقابل؟ علي جبر بيروح، فبتتخلق مساحه ما بينه وما بين حجازي، لكن عشان الخطوط قريبه فطارق حامد والنني بيقدروا ينزلوا عشان يقفلوا المساحه دي، فيبدو لك ايه ان محمد النني هنا هو قلب الدفاع الثاني، وعلي جبر هنا هو كانه لاعب وسط الملعب اللي راح يقفل، فبالتالي ما حطيتش كاراسكو في موقف 1 ضد 1، فبقى مش عارف يمرر. طب انا مش هينفع اخش في موقف 1 ضد 1 لان علي جبر مقرب هنا، لو عدى من اكرم توفيق هيلاقي علي جبر في وشه فهيخسر الكوره. هو مش عايز يخسر الكوره، هو ممكن يتقل ويتأنى لحد لما يجي له حل تاني، فده كان بيعطل كتير منتخب بلجيكا. بص تاني الكوره بتتلعب للكاراسكو بسرعه، اكرم توفيق المفروض دلوقتي هيبقى في موقف 1 ضد 1 مع كاراسكو. بص اكرم، وبص هنا النني، وبص مقرب علي جبر ازاي. ففي النهايه برده كاراسكو ما لقاش انه يقدر يعدي موقف 1 ضد 1 ان في اكتر من واحد وهو مش عايز يخسر الكوره، فاضطر يلعب الكوره العرضيه. كل لعيبه بلجيكا ورا، فالكوره العرضيه اول لاعب هيقابلها هو علي جبر اللي قاطع على القايم الاول، فبالتالي ما بقاش في حلول تماما لبلجيكا. بص الناحيه الثانيه، هنا محمد حمدي طالع يقابل مع دي بروينا، هنا محمود حماده سايب مكانه كلاعب ارتكاز وسط ملعب ونازل يامن ويغطي ظهر محمد حمدي، فبالتالي دي بروينا لما بقى بيستلم الكوره ما بيلاقيش نفسه في موقف 1 ضد 1 ومفيش مساحه، فانا هخرج على المساحه، فبضطر ارجع لورا عشان ابدا انقل اللعب للناحيه الثانيه عشان يحصل اللي احنا شفناه في الحالات اللي فاتت، فيلاقي بلجيكا نفسه بدون حلول تماما. التركايه بقى الثالثه الهجوميه اللي اعتمد عليها روي فيتوريا، ودي طبقها، هي ظهرت في حاله في الشوط الاول لكن طبقها كتير في الشوط الثاني وسجل منها الجول الثاني. مصطفى محمد اللي بينزل كتير لتحت عشان يسحب المدافع معاه، فبتتخلق مساحه كبيره هنا زي ما انتم شايفين. محمد صلاح بيضم بدوره في قلب الملعب عشان هو اللي يعمل صناعه اللعب. مجرد ما يستلم صلاح بيلعب الكره الطويله في ظهر تريزيجيه، الراجل ده اللي كان نازل مع مصطفى محمد، فبيرتد ببطء، فهنا مش منظمين في ضرب مصيده الاوفسايد، فتتلعب الكره لتريزيجيه اللي عنده سرعات تفوق دفاع بلجيكا. الاولى ما كانتش مظبوطه وطلع كورتوا عليها وقفلها. طب تعالوا نشوف، نلاحظ ان الثانيه نفس الفكره. بص مصطفى محمد نازل فساحب المدافع معاه عشان تتخلق مساحه في العمق يقدر تريزيجيه يطلب الكره وينطلق. محمد صلاح بدوره في عمق الملعب كصانع لعب بيمرر الكره الطويله لتريزيجيه، جول. سجلت الجول، عندك نفس المنطق والفكره. بص مصطفى محمد نزل فسحب المدافع معاه فاتخلقت هنا مساحه كبيره في العمق. محمد صلاح بدوره برده في العمق كلاعب 10 بيلعب الكره الطويله، يتفوق تريزيجيه في السرعه لكن استعجل عليها شويه فحطها ضعيفه في ايد كورتوا. لكن في النهايه الفكره ايه؟ ان انت راهنت على 3 حاجات، والثلاث حاجات دول كسبوك وقدرت تكسب بيهم وتعمل جيم كبير جدا على بلجيكا. انتهت حلقتنا النهارده، اتمنى يا رب الحلقه تكون عجبتكم. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، وفعلوا الجرس عشان كل فيديوهاتنا الجديده توصل لكم.